مساء الخير عليكم. المناظرة الأخيرة ما بين ترامب وهارتز، كل واحد فيهم عمال يقدم فروض الطاعة والولاء لإسرائيل. يعني الاتنين المرشحين للرئاسة من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كلهم يعني بيقدموا فروض الطاعة والولاء لإسرائيل والتدعيم الكامل لإسرائيل في اللي هي التانية. ده حتى بابا الفاتيكان بعت رسالة لأمريكا بيقول إحنا عايزين رئيس أكثر رحمة، وده اللي محدش يتوقعه، لأن لن يحدث إن يمسك رئيس أمريكا يكون عنده رحمة وما يقدمش فروض الطاعة والولاء لإسرائيل، لأن الكونجرس الأمريكي فيه أكتر من 80% ولا 85% روبي صهيوني، فإزاي هيجي رئيس ما يدعمش إسرائيل؟ إزاي؟ فمحدش يتخيل أو يتوقع إن ممكن هيجي رئيس لأمريكا يكون يعني عنده رحمة، ولا يكون عادل، ولا يكون في دماغه إن هو الإنسانية والمسميات الجميلة دي، محدش يتوقعها. في مؤتمر اسمه قمة المستقبل بتاع الأمم المتحدة اللي هو هيتعمل من يوم 24، وفي تحضير ليه من 21 ل 22، يومين عمل قبل المؤتمر. إن المفروض يخرج المؤتمر ده بمواثيق تكون عادلة، بالذات للشعوب النامية بالنسبة في كل المجالات، وتكون عادلة في قراراتها. لو حصل عدوان من إسرائيل يكون في مواثيق وأحكام تدين إسرائيل. وده أنا من رأيي الشخص المتواضع لن يحدث أن يأتي مؤتمر المعني بالمستقبل، القمة بتاع المؤتمر القمة المعني بالمستقبل اللي هو هيتعمل في الأمم المتحدة، لن يحدث ويخرج بمواثيق تكون عادلة تنصف الشعوب العالم كلها في جميع المجالات، تجارة، صناعة، عدل، كل حاجة. مش هيحصل. وحتى لو خرجت بمواثيق لن تنفذ، لأن ببساطة إن برضو اللي بيستحوذ على الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو حتى منظمة الصحة العالمية اللي كل مرة تطلع لنا بفيروس شكل وبقصص وهمية وتنشر الفيروس، ويكون هم أصلا معاهم اللقاح، بس يسيبوا الشعوب الأول تموت وتفرفر، بعد كده يطلبوا ينزلوا المصل واللقاح للفيروس ده. يعني بالمعنى الأصح سمك لبن تمر هندي. وحتة تمرد الرئيس الروسي بوتين على أمريكا كان أحسن تمرد عمله، لأن أمريكا مش هتيجي إلا كده. أمريكا صعب إن هي تحكم العالم تاني، لأن أولا ما بتوفيش بوعودها، ثانيا على طول الخط هي مدعمة إسرائيل، لأن هي ببساطة حتى إسرائيل دي شوكة للعالم كله عشان تنفذ أغراضها في كل حاجة. سلام عليكم.